السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تحب أن تحج كل يوم 7 مرات؟ أي نعم، أيوة رب الكعبة، صل على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام هنا للرجال وللنساء. ممكن ربنا يكتب لنا 7 حجات كل يوم كحج نافلة بفضل الله سبحانه وتعالى، بحاجات بسيطة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالى نسمع 3 أحاديث توضح لنا إزاي نفوز كل يوم ب7 حجات نافلة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الأول ما رواه أبو داود بإسناد حسن، ورقمه في صحيح الجامع 6228 لمن أراد أن يراجع هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا، يعني يتوضى في البيت كده ويروح إلى المسجد. طب والنساء يا شيخ محمود تاخد نفس الأجر وهي بتصلي في بيتها في مصلاها، بس تصلي الصلاة في وقتها. عندها طبيخ، عندها ده، عندها أي حاجة، تقفل على الطبيخ أو توطي عليه وتقوم أول ما تسمع الله أكبر يبقى الله أكبر من كل شيء، تقوم تتوضى وتصلي، تاخد نفس الأجر وهي ببيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، اللي هي ال5 صلوات، تمام، فأجره كأجر الحاج المحرم. الله أكبر، ياخد نفس أجر الحاج المحرم وهو بيصلي الصلوات ال5. يبقى كده 5 حجات بفضل الله سبحانه وتعالى، واحدة في الصبح والظهر، بعد الظهر وبعد الظهر والعصر وبعد المغرب وبعد العشاء، 5 حجات نافلة إذا صلى خرج من بيته متطهرا وذهب إلى المسجد وتوضأ بفضل الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ محمود أحيانا بيعرض بعض الأمور، يعني ممكن ما أكونش في البيت او اكون في مشوار وانتقد وضوئي، فبالتالي مش هعرف اعمل الحته ديت ان انا اتوضى في بيتي واروح المسجد. مفيش مشكله خالص. ما هو يعني ايه؟ يعني الانسان بيتصرف في حدود المتاح ويعذر فيما لا يستطيع ان يفعله. فاذا الانسان سواء كان لو في البيت يبقى يتوضى في البيت ويروح المسجد، والمراه تصلي في مكانها. انما لو كان بره في مشوار وانتقد وضوءه وسمع الاذان وراح متوضى في اي مكان او اتوضى في المسجد، ياخد نفس الاجر. الدين يسر، الدين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى، وما فيش أعظم ولا أيسر من هذا الدين بفضل الله. طيب يبقى كده 5 حجات ناقص 2 يا شيخ محمود. خد الايه الحج رقم 6 كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة. طبعا الكلام هنا للرجال. طب والمرأة هتعمل ايه يا شيخ محمود؟ تصلي في بيتها في مصلاها. لو حبت تروح المسجد مع زوجها او مع ابوها او اخوها لا مانع من ذلك، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن لو هتصلي في البيت تصلي الصلاة في وقتها إلا صلاة الصبح فقط، لأنه ثبت في يعني مراصد كثيرة جدا أن أذان الفجر يؤذن في بعض الدول الإسلامية قبل الموعد بتلت ساعة. عشان نتفادى بقى المشكلة دي، لو مثلا الفجر مثلا بيؤذن مثلا على الساعة مثلا 3:10، يبقى هنصلي السنة 3:30 ونصلي الفجر مثلا بعدها على طول او بعدها مثلا ب5 دقائق او 10 دقائق. يعني اذا الفجر بالذات بس بننتظر تلت ساعة بعد وقت الأذان، تمام كده؟ يبقى من صلى الصبح في جماعة. طب هو الراجل هيصلي الصبح في جماعة في المسجد، المرأة ما عندهاش جماعة في البيت، لو معاها أمها تصلي معاها جماعة، معاها أختها، معاها بنتها، تمام؟ يعني لو معاها حد في البيت موجود من النساء تصلي معاهم. طب لو ما فيش حد خالص معاها وهي لوحدها تصلي لوحدها وتاخد نفس أجر الجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه. هتصلي حضرتك الصبح وبعدين تجلسي في المكان اللي صليتي فيه. طبعا مش لازم يعني مش لازم لا نفس الربع متر اللي قعدت فيه، لا المقصود يعني الغرفة. يعني قعدتي صليت الصبح وبعدين حبيتي تسندي ظهرك على الحيطه، ما فيش مشكله. ان بعض الناس فاكره كلمه جلس في مصلاه يعني لازم في ال25 سم اللي انا قاعد فيهم دولت، لو دخلت على ال5 سم يبقى انا خرجت. لا، الكلام ده غير صحيح طبعا. انما المقصود في نفس دائره المكان. هو في المسجد بيتحرك في المسجد براحته، بيذكر المولى عز وجل. انا لما بقعد في المسجد
واحب اقول الاذكار، ما بحبش اقولها وانا قاعد، بحب اتمشى وانا بقول الاذكار. ايه المشكله؟ طالما انا في اطار المسجد، وحضرتك نفس الحكاية في إطار الغرفة، قاعدة ما شاء الله بتذكري المولى عز وجل وبتتحركي في الغرفة أو بتجلسي هنا وهنا، ما فيش أي مشكلة. يبقى من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين اللي هم ركعتين الضحى، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر. يبقى اللي هيحصل كالآتي يا حبايبي، اللي هيحصل ان احنا هنيجي نصلي الفجر، هننتظر تلت ساعة ثم نصلي السنة ثم نصلي الفجر. جميل كده؟ طيب بعدها جلسنا نقول أذكار الصباح. المرأة لو هتصلي في البيت بتصلي في بيتها، الراجل هيصلي في المسجد طبعا. تمام كده؟ يبقى ايه؟ هيقول الأذكار الصباح. خلص أذكار الصباح لأنها ممكن تخلص مثلا في ربع ساعة، هيتبقى لي كمان ساعة بعد ربع ساعة. في الساعة دي يبقى ايه؟ يقرأ الورد القرآني اليومي اللي بيقرأه. في الساعة دي ممكن يقرأ على الأقل جزئين من القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، أو لو كان عنده ورد من الحفظ أو عندها ورد من الحفظ تحفظ في هذا الوقت المبارك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ ثم ننتظر لحد ما شوف النتيجة. شروق الشمس الساعة كام؟ مثلا لو قال شروق الشمس مثلا الساعة 4، يبقى بننتظر بعد الساعة 4 بتلت ساعة كمان ثم نصلي صلاة الضحى، لأن الضحى بعد الشروق بتلت ساعة. تمام كده؟ عشان نبقى واضحين في الكلام. طبعا هنصلي كم ركعة بقى الضحى؟ هنصليها 2، لكن بقى هقول لكم على سر برضو جميل، يا ريت نصليها 4 ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم. ليه؟ لأن ورد حديث آخر صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، يعني قبل الظهر 4، بنى الله له بيتا في الجنة. يا سلام، شوفوا بقى الأجر العظيم. هنصلي الضحى 4 ركعات، ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، وبعد أذان الظهر مباشرة هنصلي السنة القبلية للظهر، ركعتين وركعتين. تمام كده؟ يبقى كده بني لكم بيت في الجنة في ذلك اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. كل يوم يتبني بيت في الجنة، كل يوم يتبني بيت في الجنة بفضل الله، وفضل الله واسع بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ادي الحجة رقم 6، ان هنصلي الفجر ونجلس نذكر المولى عز وجل لحد بعد طلوع الشمس بتلت ساعة، نصلي ركعتين ضحى، يتكتب لنا حجة وعمرة تامة تامة. كده 6، فاضل ال7 بقى. ال7 ورد فيها حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد، قال عنه العلامة المحدث الألباني رحمه الله رحمة واسعة في صحيح الترغيب والترهيب، قال: حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. الله أكبر. طيب يا شيخ محمود، الرجل ممكن يروح المسجد عشان درس علم أو عشان يتعلم على يد أحد المشايخ أو يطلب العلم في هذا المسجد، فياخد نفس الأجر ده، يروح المسجد بنية طلب العلم ولو 10 دقايق ولو ربع ساعة، ياخد أجر حاج إيه؟ كأجره كأجر حاج تاما حجته. تمام؟ طب والمرأة بقى؟ ما هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من غدا إلى المسجد. أقول أيوة نعم، ممكن هي تاخد نفس الأجر، هي أصلا غير مطالبة لا بالصلوات ال5 في المسجد ولا بصلاة الجمعة في المسجد، واخدة نفس الأجر وهي بتصلي في بيتها. نفس المسألة دي برضو ممكن تتحقق بفضل الله. إزاي؟ المرأة قاعدة في غرفتها اللي هي بتصلي فيها، تمام كده، تدخل الغرفة بنية طلب العلم. ازاي بقى؟ وضع شوية كتب في الغرفة دي بفضل الله، مكتبة بسيطة كده مكونة من 10 كتب ولا 20 كتاب، ومنهم كتب مثلا طبعا يعني ايه، مثلا شرح رياض الصالحين، مثلا تفسير القرآن إلى غير ذلك، وتدخل بنية طلب العلم، تريد أن تتعلم خيرا وتفتح كتاب علم إن شاء الله حتى الربع ساعة، تخش تصلي ركعتين في المكان اللي بتصلي فيه ده كتحية المسجد، وتجلس وتفتح الكتاب بنية طلب العلم، يكتب لي حضرتك كأجر حاج تاما حجته، وتبقى كده خدت 7 حجات بفضل الله سبحانه وتعالى بالصلوات ال5 في وقتها، ادي 5 حجات، وبصلاة الصبح وبعدها الجلسة بقى لذكر الله لحد بعد طلوع الشمس بتلت ساعة مع ركعتين الضحى، كتب الحجة رقم 6، ورقم 7 اللي هي دخول ولو لربع ساعة بنية طلب
طلب العلم. بالله عليكم في حد في الدنيا يفرط في هذا الخير العظيم الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فاحرصوا على أن تفوزوا كل يوم ب7 حجات بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.